في سنة 2012 في الهند بلد العجايب حصلت قصة حقيقية لكن مليانة مفاجآت أغرب من الأفلام الهندي. بدأت القصة لما شينا بورا اللي عندها 25 سنة اختفت. بدأت القصة من بيت إندراني وجوزها بيتر ماكافالا اللي كان واحد من أغنى أغنياء الهند. لكن أندراني في الماضي قبل ما تتجوز بيتر كانت حياتها مختلفة. إندراني أصلا من قرية فقيرة جدا وعيلة بسيطة. اتجوزت جوازتها الأولى وهي في سن صغير قوي، واتطلقت بعد فترة قصيرة. كانت كل طموحها وهدفها إن هي تغير مستواها المادي والاجتماعي، وبدأت بأول خطوة وسافرت مسافة بعيدة لمدينة كالكاتو عشان تاخد شهادة الحاسب الآلي من هناك. وبعد ما خلصت دراستها وفي سنة 1996 أسست شركة توظيف اسمها آينك، وكانت وقتها على علاقة عاطفية بسانجي خان. سانجي كان شخص مقتدر ماديا وطلبت منه انه يدعمها ويشاركها في الشركة، وتشاركوا والشركة نجحت وحققت مكاسب كبيرة. واتجوزت هي وسانجيك وخلفوا بنت، والشركة كبرت والمكاسب كترت. وعدت سنين واتطلقوا الاتنين، لكن فضلوا أصدقاء وشركاء في الشغل. وبعدها على طول وفي نفس السنة اتجوزت للمرة الثالثة. بيتر كان واحد من أغنى أغنياء الهند وصاحب أكبر مؤسسة إعلامية في الهند، وتحقق حلم أندراني واتنقلت نقلة كبيرة في حياتها وبقت واحدة من سيدات المجتمع. حفلات شركتها كان بيحضرها المشاهير والفنانين. سنة 2006 في واحد من أفخم البيوت في مومباي كانت بتعيش إندراني مع جوزها بيتر، ومعاهم ولاده الاتنين من جوازته الأولى وبنتها من جوازتها السابقة. ووقتها كان أول مرة يسمع بيتر أي حاجة عن عيلتها لما قالت له أندراني إن أختها الصغيرة شينا هتدخل الجامعة في مومباي وهتتنقل من القرية وتعيش معاهم. وصلت شينا البيت والكل كان بيوصفها إن هي بنت طيبة وبريئة، وكانت مبسوطة جدا بدراستها في الجامعة والنقلة الكبيرة اللي اتنقلت لها. لكن اللي كان بسيطها أكتر إنها تعرفت على راهول الابن الأكبر لبيتر، واللي حصل بينهم إعجاب وتحول بعد كده لقصة حب. ولأن راهول ما كانش مقيم في الهند بصفة دايمة، كان مقيم بين بريطانيا والهند، قدروا يخبوا قصة حبهم لفترة، لأن شينا كانت خايفة وكانت متوقعة إن أختها وجوزها مش هيكونوا مرحبين بعلاقتها براهول. وتوقعاتها كانت صح. في سنة 2008 بعد مرور سنتين على علاقتهم، قرر راهول إن هو يصارحهم ويعلن إنه عايز يرتبط بشينا، واتقابلوا بموجة من الرفض. أندراني كانت رافضة جدا وقالت لشينا إن راهول شخص مش مناسب خالص ليها، شخص حياته مختلفة عنها خالص، حياته كلها سهر وعلاقات، وإنه في النهاية هيسيبها وهيسبب لها جرح وصدمة. أما بيتر فمع إنه متجوز أختها بس كان شايف إن شينا مش من مستواهم، وإنه عايز راهول يتجوز من بنت من عيلة كبيرة وغنية. لكن شينا كانت شايفة إن راهول إنسان كويس ومخلص، وإنه كان طبيعي يكون عايش كده لأنه كان شخص غني مش مرتبط، كمان صغير في السن، كان تقريبا عنده 27 سنة، وهو فعلا كان بيحبها جدا ومتمسك بيها. بس اللي خايفة منه شينا حصل. أندراني طلبت منها أصعب طلب بالنسبة لها، إنها ترجع القرية تاني عشان تبعد عن راهول وتقدر تفكر كويس. شينا كانت في حالة إعياء وصحتها كانت تعبانة جدا، وهي في القرية أهلها كانوا بيدوها من الأدوية اللي معاها بانتظام على أمل إن هي تخف، لكن صحتها كانت بتبقى أوحش. أما راهول ففضل متمسك بيها، وعاقبه بيتر إنه ضيق عليه في الفلوس. وراح راهول عشان يزور شينا في القرية وتفاجئ بحالتها الصحية، فصمم انه ياخدها لواحدة من اكبر المستشفيات ومعاها الادوية اللي بتتعالج بيها. وبعد ما عملت كل التحاليل هناك اتفاجئوا ان الاطباء بيقولوا لهم انها بتاخد ادوية فصام وادوية تانية مش مناسبة ليها ولا محتاجة لها. الادوية كانت بعتها لها اندراني اختها، وكل اللي جه بال شينا ان هي كانت فاكراها عندها حالة نفسية وبتحاول تساعدها. وبمجرد ما وقفت الادوية الغلط راحت الاعراض وتحسنت صحتها. وراهول في الوقت ده أعلن ارتباطه رسمي بشينا، وطلب منها إن هي ترجع معاه عشان تكمل جامعتها، وياخدوا شقة ويعيشوا فيها مع بعض بعيد عن بيت العيلة. وأخدوا الشقة
وفي الوقت ده اتحسنت شوية علاقته بباباه، لكن أندراني كانت رافضة تكلم شينا وكانت بتحارب ان الجوازة تكمل بكل الطرق. المهم مرت الأيام واتخرجت شينا واشتغلت في شركة كويسة، وراهول كمان كان ناجح في شغله وعلاقته بباباه كانت بتتحسن، وكانوا مبسوطين في حياتهم ومتفاهمين، وبدأوا يحضروا لإجراءات الجواز الرسمي. المهم وهما بيحضروا لإجراءات الجواز الرسمي، ويوم 24 إبريل سنة 2012 شينا كلمت راهول وهي مبسوطة وقالت له إن أندراني وافقت ترجع العلاقات وعزمتها تتعشى معاها النهاردة. انبسط وقال لها إنه هيعدي عليها بعد شغلها عشان يوصلها لمكان المطعم اللي اتفقوا على العشاء فيه. لما وصلها لقى قدام المطعم أندراني مستنياها في العربية ومعاها السواق وشخص تاني ما كانش عارفه وقتها اللي هو طليقها وأبو بنتها سانجيف. سلمت شينا على راهول وركبت معاهم العربية وقالت له إن هي مش هتتأخر وهتقابله في البيت. لكن شينا مش بس اتأخرت، دي ما رجعتش خالص في اليوم ده. بعد ما كلمها أكتر من مرة وما ردتش، وصلوا منها رسالة بتطمنه إن هي كويسة وبتقوله إن هي هتبات مع أندراني. وتاني يوم شينا ما كانتش بترد أو بترد على راهول برسائل غريبة، ولما اتصل بأندراني يسأل عليها اتفاجئ إن هي بتقوله إن شينا أخدت قرارها إنها تسيبه وهتبدأ حياة جديدة مع شخص تاني في أمريكا وسافرت خلاص. راهول ما كانش مصدق ولا كلمة من الكلام ده، وتاني يوم راح الشغل عند شينا واتفاجئ إن شينا قدمت استقالتها من الشغل. لما سأل باباه أكد له نفس كلام أندراني، وده اللي خلاه يفضل أسبوع في حالة توهان ما بين إنه مصدوم من اللي سمعه وما بين إنه مش مصدقه. ولما هدي فكر إن شينا مش ممكن تعمل كده، وإن هي لو قررت في يوم تسيبه مش هتسيبه بطريقة قاسية زي دي، وثقته فيها خلته يتأكد إن هي مجبورة أو محبوسة ويبلغ البوليس. رفض البوليس يقبل البلاغ أو يعمل أي تحريات عن شينا، وقالوا له إن هي شخص كبير ومسؤول عن تصرفاته، غير إن أنت ملكش أي صفة رسمية عشان تبلغ عن غيابها. وعدت الأيام وراهول قالب الدنيا على شينا، وكل يوم يروح عند أندرياني اللي تأكد له نفس الكلام وتقوله إن هي خلاص بدأت حياتها هناك ومبسوطة ومش عايز تتكلم معاه، ويسأل باباه اللي يأكد له إنه اتكلم معاها بنفسه أكتر من مرة وإن هي رافضة تتكلم معاه. وعدت الأيام والشهور وراهول عايش في حزن ويأس إنه يلاقي شينا، لغاية ما جت سنة 2015. عدت 3 سنين كاملين على اختفاء شينا، لغاية ما حصلت صدفة صعب حد يتوقعها. قبض البوليس على شخص اسمه شيان فاري لأن كان بحيازته كمية كبيرة من الأسلحة، ولما حققوا معاه عرض عليهم صفقة إنه يقول لهم سر كبير عن اختفاء شخصية في عيلة كبيرة قصاد إن هم يعتبروه شاهد في القضية ويلغوا له قضية السلاح. قال لهم إن لغز اختفاء شينا عنده وإن هو عارف هي فين. حكى لهم إنه في سنة 2012 كان بيشتغل السواق الخاص لأندراني. حكى لهم إن في اليوم اللي شينا قابلت فيه أندراني وركبت معاهم العربية كانوا هم مجهزين خطة لقتلها، وإنه بمجرد ما ركبت العربية أندراني ادت لشينا مشروب كان فيه مخدر، وبعد ما شينا فقدت الوعي ساق بيهم هو لمكان أبعد هادي، وهناك أندراني بنفسها بمساعدة سانجيك طليقها كتموا نفس شينا لغاية ما تأكدوا إن هي فرقت الحياة. بعدها طلبت منه إنه يطلع على بيت ليها قديم، وهناك طلبت منه إنه يحط جثة شينا في صندوق، وبعدها ومساعدته أخدوا الصندوق على غابة في مكان مهجور، وطلبت منه إنه يحرق الصندوق والغابة اللي حواليه كمان. واللي مش مفهوم ليه هي ممكن تعمل كل ده عشان تمنع جوازة هي مش موافقة عليها. شامبرا قال في التحقيقات إنه مش عارف ليه أندراني عايزة تقتل شينا، وإن هو وافق في مقابل إن هي تعمل له تأمين صحي خاص هو ومراته وولاده، وتتكفل بتعليم ولاده لغاية ما يخلصوا تعليم. وبعدها قال البوليس على المكان اللي موجودة فيه الغابة اللي حرقوا ودفنوا فيها جثة شينا. ولما البوليس عمل تحرياته ولقى ان في نفس المكان ده من 2 سنين لقوا جثة مجهولة، طلع قرار القبض على أندراني وسانجيف. أندراني أنكرت كل ده في التحقيقات وصممت ان شينا موجودة في أمريكا، ولما عملوا تحرياتهم لقوا ان أندراني عندها حسابات كتير برا الهند، ومن الحسابات اللي بتملكها حساب باسم شينا في أمريكا وبتحول عليه فلوس بصفة مستمرة. المهم إن اللي هيفصل في القضية هو تحليل DNA للجثة المجهولة. أخدوا عينة من أندراني وعينة من الجثة،
ورجعت النتيجة بمفاجأة مش ممكن حد يتوقعها. الجثة لشينا بورا، بس شينا بورا ما تبقاش أخت أندراني، شينا بورا تبقى بنتها. واللي خلى القضية غامضة أكتر، إزاي بنتها وليه ممكن أم تعمل كده ببنتها؟ أندراني اسمها الحقيقي بوري بورا. لما اتجوزت أول جوازة ليها في القرية بتاعتهم خلفت ولد وبنت، ميكال وشينا، وسمتهم باسمها زي ما القانون بيسمح هناك، ميكال وشينا بورا. حصل خلافات بينها وبين جوزها بسبب حالته المادية البسيطة. اتطلقت بعدها وسابت ولادها لأهلها وسافرت عشان تبدأ تحقق طموحها، وكانت دايما بتدور على راجل غني يساعدها. بدأت حياة جديدة، غيرت اسمها الأندراني واتجوزت سانجيف، ورغم حالتها المادية اللي اتغيرت خالص ما كانتش بتسأل على ولادها ولا مامتها وباباها، رغم ان هي بقت غنية جدا وعارفة ان هم عايشين في فقر شديد. وبعد سنين من جوازها من سانجيف وخلفت بنتها ونجاح شركتهم، كان عندها طمع في الأكتر، الراجل الأغنى واللي عنده نفوذ كبير في البلد، بيتر ماكاجي. اتقربت من بيتر وبعدها اتطلقت من سانجيف واتجوزته، لغاية ما ظهرت شينا في حياتها. شينا لما كانت مراهقة في القرية عندها 14 سنة كانت كاتبة في مذكراتها قد ايه هي تعيسة وما عندهاش اي امل في الحياة بسبب مامتها اللي اتخلت عنها. لكن لما كبرت شوية قررت انها تدور على مامتها وتطلب منها المساعدة، وقدرت فعلا توصل لأندراني وطلبت منها انها تساعدها انها تكمل تعليمها. أندراني وافقت بس بشرط، قالت لها ان مفيش حد يعرف اسمي القديم ولا اي حاجة عن حياتي في القرية، ولما توصلي هقدمك على انك اختي الصغيرة وتنسي خالص انك بنتي. بعد ظهور كل القصة في تحريات البوليس مع تحليل الدي ان ايه، اعترفت أندراني ان شينا فعلا بنتها، لكن انكرت ان هي قتلت شينا، وطعنت في تحليل الدي ان ايه اللي بيثبت ان الجثة جثة شينا. بعدها بشهور اتقبض على بيتر كمان بتهمة ان هو اللي عمل لها حسابات مختلفة برا الهند، ومنهم الحساب اللي باسم شينا علشان تتهرب من الضرايب، وكمان انه اخفى معلومات مهمة في القضية. يعني مثلا ما كانش فيه مكالمات بينه وبين شينا زي ما قال لابنه، ولا شافها وهي بتسافر، لكن عشان هو ما كانش يعرف اي حاجة عن الجريمة ولا عن الماضي بتاعها افرجوا عنه بعد مدة بسيطة. ومع ان عندهم اعترافات السواق وتحليل الدي ان ايه، ده غير خبير اكد ان جمجمة الجثة المجهولة في تطابق بينها وبين وش شينا، لكن كل ده وافقت المحكمة تعيد المحاكمة مرة تانية، والمحامين الكتير اللي هي وكلتهم غير نفوذها خلاها كمان تخرج بعد 6 سنين سجن، هي وشريكها والسواق. شريكها وجوزها والسواق أفرجوا عنهم بكفالة كبيرة، وهي أفرجوا عنها بكفالة كبيرة وتحديد إقامة. الدافع حوالين جريمة بشعة وغريبة زي دي مش مفهوم لغاية دلوقت. بعض التفسيرات بتقول إن أندراني كانت خايفة إن شينا تكشف سرها وتكشف ماضيها، لكن فات سنين كتير وشينا ما كشفتش السر حتى لحبيبها راهول. والدافع التاني الغريب اللي منتشر في كل التفسيرات ان أندراني وطليقها كان كل اهتمامهم ان بنتهم تورث من بيتر، واللي كان بيتر حاططها في وصية الميراث كوريثة. لكن بقانون الهند الوصية بتقف والميراث بيروح معظمه للابن الأكبر بمجرد جوازه، وعشان كده هي كانت عايزة تمنع الجواز. لكن التفسير ده مش مقنع خالص، لأن الابن الأكبر راهول كان أكيد هيتجوز، سواء هيتجوز من شينا أو غيرها، غير ان أندراني عندها املاك وحسابات بمبالغ كبيرة جدا برا الهند مصدرها شغلها وطبعا جوزها بيتر. القصة نهايتها غريبة زي احداثها بالظبط. أندراني وبيتر ماكجال اتطلقوا، ولغاية النهاردة الدافع غامض، والمجرمين التلاتة عايشين بحرية برا السجن رغم كل الأدلة الثابتة، والقضية لسه مفتوحة والتحقيق فيها على اعتبار ان هي قضية اختفاء مش قضية قتل مع سبق الإصرار.